هعرفكم النهارده نعمل الخضار اللي هو الترند، اللي هو الخضار المجفف اللي هو الفريش. طريقته سهله جدا. طبعا عندي بطاطا، بطاطس، كوسه، اي خضار عندك في التلاجة. بنجر، تحفه جدا. هنجيب بقى الاداه دي اللي هي المقشره. لو عندك اللي هي المبشره اللي بتقشر البطاطس، او اللي هي مكنه البطاطس اللي بتقطعها رفيع، ممكن ان احنا نستغنى عن المقشره دي ونبدا ان احنا نقطع بالمبشره التانية اللي هي بتاع البطاطس. هبدا اقطعها كده رقيقه جدا. طبعا عايزه اقول لكم البنجر ده طلع حكايه تحفه جدا، طعمه حلو جدا وطبعا مفيد. لو يعني قدرنا ناكله لاولادنا هيبقى حلو جدا وهو جاف حتى. زي ما شايفين كده بقطعها رقيقه. هجيب بقى هنا ورق زبده، او ممكن نجيب طبق بيدخل عليه الحاجه في الميكروويف وما تلزقش. طبعا ودي برضو البطاطا، وهرصهم كده وادخلهم بقى على الميكروويف. طبعا على هنا فريش فيجيتابل اللي هو الخضار الفريش. طبعا عندك هنا بيبقى في شبكه كده في الميكروويف علشان خاطر ما ناخدش وقت وتبقى سريعه. طبعا هضغط على الفريش فيجيتابل دي. هضغط عليها تدينا حوالي 3 دقايق ونص، واضغط على باور بس. وزي ما شايفين كده حوالي 4 دقايق الا حاجه بسيطه. هعمل كمان بنجر، وهرجع اطلعه بقى من الميكروويف وهقلبه على الجهه التانية. عايزه اقول لكم ان احنا ما بنسيبهوش دقيقه واحده في الميكروويف، علشان خاطر لو سيبناه هيلزق في الطبق. زي ما نشوف كده انا بقلبه علشان خاطر هو على ورق الزبده، وادخله تاني واضغط تاني على نفس الكلمه فريش. وطبعا هطلعه كده زي ما انتم شايفين، وهوريكم القرمشه في القطعه اللي جايه دي. عايزه اقول لكم تحفه جدا. زي ما انتم شايفين كده انا عملت كميه حلوه، وهجيب بقى كده عشان احتفظ بيهم، احطهم اجيب في برطمان واعبيهم كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان انا لما بعوز اخد منهم بطلعهم طبعا، وهضيف عليهم بقى البهارات اللي انا حباها، وممكن ناكلهم كده من غير اي بهارات. عايزه اقول لكم طعمهم تحفه جدا. واسمعوا القرمشه في الاخر الفيديو. بصراحه تحفه جدا ويعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.